واحدة محجبة بترشم الصليب في المترو. واولا الله يسامحه اللي رمى الفيديو كده على السوشيال ميديا وهو عارف ان ممكن يبقى ليه تأثير سلبي وممكن يتفسر الف تفسير، بس طبعا احنا متعودين ان مش هنسيب حد يرسم لنا صور مش موجودة ويوهمنا حاجات مش موجودة في واقعنا. فالواقع في الشارع المصري بتاعنا واحنا اللي عايشينه واحنا اللي نقدر نفسره. نفسر بس الفيديو التفسير الطبيعي بتاعه بشكل سريع وفي الاخر هنرجع لموضوع الحجاب. واحدة واحدة هي مركزة في حاجة وحست ان هي اتشتتت، فعملت زي ما المسلمين ما بيعملوا كده لما بيفقدوا تركيزهم بيذكروا الله، فذكر الله من معتقدها هي انها ترشم الصليب. بعد ما رشمت الصليب ركزت في الورقه او المذكره او الحاجه اللي بتذاكرها او بتراجعها، عينيها باصه في ورقتها مش باصه لحد ومش مركزه مع حد تماما. يعني المقصود هنا ان مش بتحاول تلفت النظر ولا تعمل ترند. الست مركزه وعماله تحفظ وتراجع، ركزوا مع حركه شفايفها. اللي مصور الفيديو بقى هو اللي عايز يعمل ترند بقى، يعمل فتنه، يثير الجدل، هو مش فارق مع اللي بيصور حتى لو على حساب بلده. انا مش عارف ازاي كاتب لك صعقت لما شفت واحده محجبه بترشم الصليب، وهو هتلاقيه من قريه او من مركز وعارف ان المسيحيين في القرى والمراكز بيلبسوا الحجاب، او الاجيال القديمه اللي احنا عاشرناها كانوا بيلبسوا الحجاب مش علشان الحجاب فرض او سنه ولا علشان حد غاصبهم او حد من الجيران جابرهم على كده، علشان هم طلعوا ولقوا امهاتهم بيلبسوا الحجاب من باب الستره مثلا. اللي سامعني هياكد على كلامي في التعليقات وهيقول فعلا كنا بنشوف في مصر مسيحيات محجبات وبالذات في الجيل القديم، وطبعا مش هي دي الصوره اللي هتتنقل لك في الاخبار والافلام والمسلسلات، على الرغم ان موجود حتى لو بنسبه قليله. فاللي بينقل الصوره لازم ينقلها كامله. مش غريب على الشعب المصري او مش غريب على المسيحيه المصريه ان هي تلبس الحجاب، لكن الغريب في اللي بتصور الفيديو وعامله نفسها مستغربه تكتب بس كلام يساعدها ان الفيديو يفايرل ويعمل مشاهدات. لكن التفسير الحقيقي للفيديوهات اللي زي دي والواقع الحقيقي للشارع المصري تلاقيه عندي هنا. اشوفك في فيديو جديد يا صديقي، سلام.